هنعمل النهارده سلطة الكول سلو، واحنا عارفين انها بتحلي اي اكل ممكن تتاكل جنبه، خصوصا لو فراخ، لو بانيه، لو ستريبسات، لو ناجتس، لو حتى بيتزا. هنعملها زي ما بناكلها بره بالظبط، وهنعرف ازاي دلوقتي. اول حاجه انا هجيب الكرنب اللي هو الصغير بتاع السلطه وهغسله كويس، وهشيل الجزء اللي هو بيبقى تخين فيه كده من تحت، وهقطع بس الورق. يعني انا محتاجه بس الورق، هقطعه بالطول واقطعه بالعرض تاني لحد لما يعني اعمل الكميه كلها. وممكن نعمله يعني باي كب او حاجه، بس هو بيبقى مبشور او متقطع كده افضل كتير. عشان اعمل الدريسنج انا قطعت الكرنب وهسيبه على جنب. عشان اعمل الدريسنج بتاعها هجيب كوبايه زبادي كبيره، احط عليها معلقتين مايونيز، عايزين نزود برضو. احط يعني عصير الليمونه وشويه خل صغيرين، واحط معلقتين عسل. هو الكول سلو اصله اصلا بيتعمل بالسكر مش بالعسل، بس انا عشان اخليها شويه تكون صحيه وشويه تكون ما تكونش تقيله قوي، بقلل المايونيز شويه واحط عسل مكان السكر. بس في الاخر لو دقناها وحسينا انها محتاجه سكر شويه، ممكن نحط معلقه سكر كمان. هقلب اللي هو الدريسنج او الصوص ده كله كده مع بعضه كويس، وبعد كده ممكن ازود عليه شويه لبن صغيرين عشان انا عايزاه يكون يعني سايل شويه. هبشر بقى جزرتين بالمبشره وهحطهم، واحط الكرنب واقلب كله مع بعضه كويس خالص. اهم حاجه في الكول سلو ان انا مش هاكلها دلوقتي، يعني انا هعملها قبل ما هاكلها بساعتين، احطها في التلاجة عشان تشرب كلها كده مع بعضها في الصوص بتاعها. دي اكتر طريقه لبره، عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه.